كابتن عزيز، ذكرت سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأيضا العائلة الحاكمة هنا في دولة قطر. سنتابع الآن نيرفانا مع المشاهدين فرحة أمير دولة قطر وهو يشاهد انتصار منتخب المغرب وتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم، وكان إنجاز آخر يضاف إلى إنجاز استضافة دولة قطر لكأس العالم. نتابع. فرحة عارمة، ونتابع أيضا احتفالات ملك المغرب مع الجماهير في الشوارع. عاش الملك! عاش الملك! عاش سيدنا! عاش سيدنا! عاش سيدنا! الله يسر سيدنا! لأول مرة ملك المغرب يرتدي قميص المنتخب المغربي. بالعادة يعني في كل ظهوره الرسمي وغير الرسمي كان بالزي التقليدي المغربي وكذلك بالزي الرسمي، ولكن هذه المرة يبين قيمة الإنجاز الكبير. عيسى المسمار، أهلا بك معنا. أكثر من مجرد مباراة في كرة القدم، أكثر من مجرد كأس العالم، أكثر من مجرد مشاركة، هو في الواقع إنجاز يخرج الجميع إلى الشوارع، يدخل الفرحة على الجميع مهما كانت مناصبهم وكذلك مواقعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك لنا جميعا فوز المغرب. امس شاهدنا يعني الاحتفالات في جميع البلدان العربيه، ليس مختصرا على المغرب، يعني شاهدنا بالصحافه وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي فرح في الجميع، يعني في جميع الشعوب العربيه سواء في البلدان العربيه او الموجودين يعني في الدول الاخرى. للامانه انجاز نفتخر به. الشيء الجميل في المنتخب المغربي انه يعني بغض النظر عن الانتصارات انه منتخب مقنع، يعني داخل الميدان منتخب يعني مشرف مقنع، يعني اي مباراه يدخل وانت مطمئن انه راح يقدم مستوى بغض النظر سواء ممكن عدا الفوز او الخساره والتعادل، لكنه منتخب ثقيل فنيا. واتمنى يعني ان الخطه هذه اللي سار عليها المنتخب المغربي انها يعني تنتقل للبلدان الاخرى، يعني شيء طبيعي ان المنتخب المغربي يجاري اقوى المنتخبات. احنا شاهدنا مثلا افضل اللاعبين، يعني حكيم زياش في تشيلسي، سفيان بوفال، يوسف نصيري، بونو، سفيان مرابط، يعني لاعبين لهم قيمه فنيه ممكن انك تقابل فيهم اقوى المنتخبات وقادر يعني على هزيمتهم. الامانه يعني بس الخوف يعني على المنتخب المغربي في المباراة القادمة أنا يعني الجهد البدني، يعني احنا شفنا المباراة الماضية يعني في شد كثير عند اللاعبين، كذلك انهم يعني لعبوا 120 دقيقة. يعني الشيء هذا ممكن هو اللي يعني ممكن يخوف الجماهير العربية، انه يعني اعتقد ان المنتخب البرتغالي بدنيا راح يكون اجهز من المنتخب المغربي اللي لعب تقريبا 120 دقيقة وتحت ضغط. بالاضافة يعني شفنا احنا اللاعبين يعني ما قدروا يكملون المباراة اغلب اللاعبين، لكن اعتقد ان كلمة السر في النجاح المنتخب المغربي يعني بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وليد الركراكي، يعني واضح انه مدرب جدا داهيه، مدرب يعني قريب من اللاعبين، مدرب فني ونفسي، يعني واضح انه هناك يعني عده لاعبين. كذلك يعني الاسماء الكبيره في الفريق، يعني احنا في الدوري السعودي يوجد عبد الرزاق حمد الله مهاجم هداف ولاعب يعني الكل يتمناه، يعني ما قدر يعني يمسك خانه في المنتخب المغربي بسبب يعني وفره النجوم. هذا الشيء الايجابي، يعني انه لما تكون عندك خيارات كثيره والمدرب يحتار باختيار النجوم، يعني يدل على عندك فريق قوي ممكن تقاتل فيه. اتمنى باذن الله ان شاء الله التوفيق للمنتخب المغربي في المباراه القادمه من البرتغال، وان وقف الى هنا يعني اعتبر انه انجاز عربي نفتخر به جميعا الى سنوات قادمه. صحيح كابتن عزيز. على ذكر وليد الركراكي تحدث عن المجيء لهذه النسخه
كان ليس فقط للمشاركة بل للتقدم والفوز والتقدم في المراحل. كيف يستعد وليد الركراكي وكيف يساعد كتيبته على الاستعداد بدنيا ونفسيا قبل مواجهة البرتغال؟ هو دور مهم للمدرب. المدرب إذا كان مشروعه واضح ونيته طيبة، لازم تكون نية طيبة. ما هي نية المدرب؟ دائما نية المدرب أنه يكون عادل في اختياراته ومتناسق في اختياراته. كان عادلا في اختياراته، متناسقا في مشروعه، ومنسجما مع اللاعبين ومهارات اللاعبين والادوات التي يمتلكها. لعب بالادوات التي يمتلكها وحقق نتائج رائعه جدا. كما تفضل كابتن عيسى، عندما تشاهد المنتخب المغربي تجلس وانت مرتاح من بدايه المباراه. انا اقول حتى في المباريات الوديه اعطتنا صوره التي سوف يظهر بها المنتخب المغربي. كان هناك تكتيك، رسم تكتيكي واضح، مشروع واضح، تطبيق واضح للاعبين، انضباط رائع جدا للاعبين. لم أرى قبل منتخب مغربي ينضبط من الدقيقة الأولى للدقيقة 120. 120 يعني الصراحة أنا شفت أمس منتخب إسباني ممل. لماذا كان ممل؟ لأن كان هناك منتخب مغربي منضبط، عمل تطويقا للملعب في الطول وفي العرض، لم يترك المجال للمنتخب الإسباني أنه يلعب براحته. ولذلك فيحسب للمنتخب المغربي أنه حقق نتائج رائعة. وكانت البداية من مباراة كرواتيا، التعادل أمام كرواتيا كان رائع جدا. الكل قال كان ممكن الفوز. لا، ناخذ النقطة وتلك النقطة نبني عليها. فزنا على بلجيكا، أخذنا 4 نقاط. 4 نقاط كان رصيد فوق كل التطلعات. هذا شيء رائع. وبعد ذلك امام كندا شفت المباراه اللي قدم المنتخب المغربي سيناو رائع. بدايه المباراه تسجيل هدفين. صحيح انه في الشوط الثاني كان هناك بعض العياء، وطبيعي ان هناك المنتخب الثاني ممكن يسيطر عليك شيء، لكن قوه المنتخب انه ايضا يحافظ على النتيجه ويعرف كيف يتقبل سيطرة الخصم. وهذه هي قوة المنتخب المغربي، تقبل سيطرة الخصم دون أن يكون خطرا على مرماه، وهذا مهم جدا. ياسين بونو كان رائع في المباراة أمس، تصدى لضربات الجزاء وكان مهم في الموعد، وكان في الموعد المناسب. لذلك فأظن بأن فوز كبير، فوز للمنتخب المغربي، فوز لكل العرب، لأن أعاد الثقة لكل المنتخبات العربية، أعاد الثقة للجماهير المغربية، الجماهير العربية، وألهب مونديال قطر. مونديال قطر كان في الأول الكل يقول بأنه هو مونديال العرب. صحيح هو مونديال العرب بتواجد الآن المغرب في تأهل تاريخي 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 تاريخي. أظن سوف ننتظر سنين لكي يصل منتخب عربي إلى هذه المرتبة. وأتمنى أنه تكون استراتيجية جيدة لكل المنتخبات القادمة، الاستثمار في الرياضة، الاستثمار في كرة القدم. أظن بأن شفنا أن عندما تستثمر صحيح لا تجني الثمار في مباشرة، لازم أن تكون صبور وتحتاج إلى شيء من الوقت، يعني كبوات، لازم أنك تستحمل الضغط ومن ثم تكون النتيجة. الصراحة مبروك لكل المغاربة ولكل العرب لهذا الفوز وهذا التأهل التاريخي. مرحبا بك في قناة كورة بالعربية. شكرا لك على مشاهدة الفيديو ولمشاهدة تحليلات جميع المباريات الفرق والمنتخبات العربية. اشترك في قناة كورة بالعربية ليصلك الجديد دائما، ولا تنسى الضغط على زر لايك.